هلا حبايب قلبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل يكون بخير وبصحة وبعافية. ورجعنا لكم فيديو جديد، ونبدأ فيديونا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. واليوم حبايب قلبي راح نسوي انا وياكم الكليتشة، وما يحلى العيد الا بالكليتشة. وكل عام وانتم بخير وبصحة وبعافية ان شاء الله تحقيق الاماني. وهنا حبايب قلبي مثل ما شايفين عندنا طحين وهيل ومعلقتين شكر. خليت معلقة على الطحين هي والهيل، وهنا أنا عندي قلاص حليب خليت بيه معلقة الشكر. قلاص حليب خليت بيه معلقة الشكر وثلاث معالق خمرة، وراح اخلطهن كل زين. اذوب الخمرة والشكر بالحليب وخليهن على جنب، وقبقهن خليهن على جنب منا لما اكمل الطحين والزيت. هنا مثل ما شفتوا حبايب قلبي كل زين خلطتهن خليتهن على صفحة. كلكم سألتوني بالتعليقات على الفيديو اللي نزلته مال الكليتشة، وهاي أسئلة وصوتش ناسي. راح أوضح لكم كل زين بهذا الفيديو مال الكليتشة. هنا مثل ما شفتوا حبايب قلبي عندي الطحين خليت عليه هيل وخليت عليه معلقة شكر وراح أخلي معلقة رشة ملح. هنا حبايب قلبي كل 3 قلاصات طحين قلاص زيت، كل 3 قلاصات طحين قلاص زيت. تحسبين كل 3 قلاصات طحين قلاص زيت، تخلين نص الكمية مال الزيت على اليمن على الطحين، مو كلها رأسا تخليها. مثلا تخلين الزيت على الطحين، أنا حبايب قلبي أسويها بالزيت. جربيها وما راح تندمين، كلش طيبة تطلع، كلش طيبة. هنا مثل ما شفتوا حبايب قلبي بديت أبرغش، أدخل الزيت جوا الطحين. مثل ما شفتوا حبايب قلبي هيك تسوين تبرغشين. شوفي شوية شوية ترشين الزيت فوق الطحين، مو رأسا تخليه على مود تبرغشيها وتدخلين الزيت بالطحين. كل 3 قلاصات طحين حبايب قلبي قلاص زيت، مثل القلاص الطحين اللي تقيسين بيه تخلين بيه الزيت، وتظلين تبرغشين بيها. شوفوا منا لما تدخلين عندك الزيت بالطحين تصير شلون الشكر لما مبرغشة. شوفوا حبايب قلبي، اتمنى واضح عندكم بالفيديو. ولا تنسونا باللايك وبالاشتراك وتفعيل الجرس، حطوا لنا تعليق من عندكم وصلوا الفيديو للحبايب والاصدقاء وجربيها. ولا صحيح الفيديو عندي متاخر نزلته، بس انا منزلته هواي بالقناه الكليتشة، بس هواي جتني اسئله على الفيديو نزلته سهله وبسيطه، كلش سهله وبسيطه. هنا أنا دخلت الزيت بالطحين وبرغشته كل زين. صح شويه تعبين بالعجين، بس راح تاخذين عجينه كلش حلوه وطريه. وهنا أنا راح اعجن الطحين. ها هي خلاص خلصت الزيت وخلصت الطحين، كل زين برغشته خليت شويه من اعجن واكمل. هنا مثل ما شفت حبايب قلبي بديت اعجن بيها. القلاص الحليب ما كفى ويا الخمرة، عاد تخلين شوية مي منها لما يصير عندك العجينة طرية. اتمنى يصير واضح عندك الفيديو. مثل ما شفت حبايب قلبي شوفي العجينة مالتنا راح تصير كلش حلوة وزين. شوفوا هنا أنا كملت وعجنتها كل زين. شوفوا شلون عجينتي حلوة وطرية. كل 3 قلاصات طحين قلاص زيت. وهاي القلاص الحليب خليت 3 معالق خمرة فورية ومعلقة شكر وخلطتهم كل زين، خليتهن على جنب. منها لما تفاعلت عندي الخميرة وخلصت الزيت دخلته. شوفوا هاي حبايب قلبي، شوفوا العجينة. كل كيلو طحين تخلين معلقة خميرة واحدة. شوفوا حبايب قلبي هاي العجينة
خليتها على جنب ترتاح. راح اسوي انا وياكم التمر مفلسته وجاهز، وحامسته شوية زيت شوية زبدة وشوية هيل راشة فوقه، وكملته خليته شوية يبرد، وبديت اسوي كرات صغار على مود من احشي الكليشة عندي. ما رأسا أحير، مسويها كرات صغار رأسا تخليها بالعجينة مالتك. أتمنى ينال إعجابكم الفيديو، ولا تنسونا حبايب قلبي باللايك وبالاشتراك وتفعيل الجرس. شاهدوا الفيديو للأخير، حطينا لايك من إيدك الحلوة وخلينا تعليق يشجعنا. أتمنى ينال إعجابكم الفيديو، وتتابعوه للأخير مفصل كل زين. كل 3 قلاصات طحين، قلاص زيت واحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سهلة وبسيطة، والكليشة ما أقولكم عليها، يا اللي يذوقها ويجربها. شوفوا الفيديو أنا اللي منزلته، يا اللي يشوفها ويجربها يعني، وأني كتبولي بالتعليقات أسأل يعني أرد عليكم بكل وضوح. هنا أنا عندي الطحين يعني العجينة مالتي، راح أقسمها إلى أقسام وأطلع القسم أسويه على شكل دويرة، وأقلق يعني أقبقها وأخليها على جنب. لا أخلي لها بيكنج باودر، مجرد الخميرة الفورية، وما خليتها كلش يعني، مجرد بس ارتاحت، ما أريدها تختمر كل زين على مود مني أخليها بالقوالب يعني أشكلها، ما يروح عندي تختمر زايد بين ما ألفها وبين ما أسويها صينيات وأحطها بالفرن، يروح الشكل مالتها مال القالب. أتمنى ينال إعجابكم الفيديو وتستفيدون من عندها واحد من واحد، وكتبوا لي بالتعليقات انتوا سويتوا كليشة بعدكم، إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة وبالعافية. رمضان خلاص يعني ما بقى شيء أيام قليلة. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله إن شاء الله يرحمنا ويرحمكم برحمته الواسعة. هنا أنا بديت حبايب قلبي أشكل. أنتي القوالب الحلوة اللي عندك تطلعيها بدون قالب، تقدرين بالشبك يعني تفرشيها، وبعدين تخلين التمر وتقصقصيها. عندك هالقطاعة مال الوتيتة يعني كلش حلو، زقزق تطلع عندك. هنا أنا بديت أحشي عندي التمر واخليه على جنب ورأسا. بس اني هنا مختطفات على مود ما يطول عندك الفيديو. اهم شي عندك العجينة انتي سويتيها كملتيها طلعت عجينة حلوة. شوفوا رأسا عندي شلون حلوة العجينة، والزيت مالتها مضبوط كل زين، والخميرة مضبوطة، وعجنتها بالحليب لا لبن، على مود ما تصير عندك مثل الفطائر لينة، لا هاي مبرغشة كلش حلوة يعني، لا كلش مبغرشة ولا طيبة ولذيذة. انتي شلون تريدين تحشيها، شنو حابة الحشوة مالتش، مو الا تتعقيدين باللي اني راح احشي. عاد بتجيب جوز وتمر سمسم حلقوم. اللهم صل على محمد وآل محمد. كل ذوق وكل إنسان ويحب شنو يحشيها، وما تحلى يعني ما يحلى العيد إلا بالكليتشة. أتمنى ينال إعجابكم الفيديو. لا تنسونا باللايك وبالاشتراك وتفعيل الجرس. حطوا لنا لايك من إيدكم الحلوة وتعليق. هنا مثل ما شفتوا حبايب قلبي كملت أول صينية وحطيتها على جنب، وعندي بيضة واحدة، الباقي الصفار مال البيضة خليت بيها حليب 3 معالق وخلطتهن كل زين، ويعني ودهنت الوجه مال اللهم صل على محمد وآل محمد مال الكليتشة، وخليتها أول صينية طلع يعني كملتها وخليتها بالفرن أنا وياكم مختطفات. وهنا راح نسوي الخفيفي. أهم شي الخفيفي، الجماعة يحبون الخفيفي هواية بالبيت، انت كيف شنو اللي حابة تسوي نسوي. اللهم صل على محمد وآل محمد. وسويتها على أيامنا الحلوة القديمة، شوف شلون يشكشكنها كانن بيبياتنا، الله يرحمهن برحمتهن الواسعة، وإذا عايشات الله يعطيهن الصحة والعافية. شوفي وأمهاتنا، وخليتهم بالصينية، وهواي يعني قاعدين وياي ويسوون كليشة، بس أنا مختطفات وياكم. وهاي الوردة هواي مسويتها على شكل دائرة، وتكمشيها من النص وتقصقصيها بالمقص المخصص يعني للمطبخ. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومثل ما قلت لك صفار مال البيضة تخلين بيها 3 معالق حليب وتخلطيهن. خال عاجبك يعني تحطين فانيلا شويونة عادي تخليهن. وهنا أنا مثل ما شفتوا حبايب قلبي سويتهن على شكل كرات، أو راح أحشيهن سمسم. هنا أنا السمسم عندي وخليت 3 معالق شكر على السمسم، وبديت أسوي هاي اللفة الاعتيادية مالتنا.
إذا حابة يعني لب غراش حطي جوز، يعني تطحنيه شوية مو كلش طحين ناعم، وتخلين همينة. تريدين عسل تحطين فوق الجوز، عاجبك تحطين سمسم، لب غراش همينة، وشوية شكر فوقها هم مطحون. اللهم صل على محمد وآل محمد. هي هواية يعني يحشوها. احنا نحشيها تمر والحلقوم والخفيفي، لازم بيه خفيفي كلش طيب ويا الكليتشة. وهنا والسمسم شي عادي، ونحشيها البغراش. اللهم صل على محمد وآل محمد. والجوز وتخليها بالفرن، وتدهنين الوجه مالتها مثل ما قلتش بصفار مال بيضة، فد 3 معالق حليب، رشة فانيلا، وتدخليها للفرن. وتجي بعد يم الفرن واقفة. لازم واحد يقعد يم الفرن يعني. وتظلين تخلين صينية طلعين صينية، تخلين صينية طلعين صينية، وما يحتاج لها، خاصة إذا كان الفرن حامي. تخليها من جوا، وبعدين من فوق يشكل لونها. شوفوا شلون كليتشه، شوفوها حبايب قلبي شو اللمعة مالتها. أتمنى ينال إعجابكم الفيديو، ووضحت لكم بيه كل 3 قلاصات طحين، قلاص زيت واحد، وما تخلين كل الكمية مال الزيت على الطحين. شوفوا، وخليتها شوية تبرد على مود أقسم لكم إياها. شوفوا حبايب قلبي، كان هذا فيديونا حبايب قلبي، وهاي اليومنا والكليشة مالتنا، ونعاد عليكم وعلينا بالصحة وبالعافية.